بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده الشريف مع صحابته الكرام، إذ به يقول: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظر الصحابة فإذا به رجل غير معروف، ليس من الصحابة، هو رجل غريب. دخل هذا الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومرة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، فقال لصحابته الكرام: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل نفس الرجل والصحابة مستغربون. مرة ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل نفس الرجل. سيدنا عبد الله بن عمر لما رأى هذا الموقف، رجل يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات، يبشر أنه من أهل الجنة، ماذا يفعل هذا الرجل؟ تمكر سيدنا عبد الله بن عمر في صورة ضيف، وذهب لبيت هذا الرجل وقال له: أنا أحل عليك ضيفا. جلس سيدنا عمر أو مكث سيدنا عمر في بيت هذا الرجل 3 أيام. رأى سيدنا عبد الله بن عمر في ال3 أيام أن هذا الرجل لا يفعل أي شيء أكثر من أنه لا يصلي الفرض فقط، لا يصلي قيام ليل ولا يصلي سنة ولا أي شيء. فلما مرت ال3 أيام ذهب إليه سيدنا عبد الله بن عمر: أنت رجل يبشرك الله بالجنة أكثر من 3 مرات، ما الذي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى؟ إنك رجل لا تصلي إلا الفرض، لا تقوم من الليل، لا تكثر من قراءة القرآن، فما الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى حتى تبلغ هذه المنزلة كي يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات في مسجده الشريف؟ فقال له: لا شيء غير أني لا أبيت وفي قلبي حقد على أحد. فقال له سيدنا عبد الله بن عمر: إنها لكبيرة، ومن يقدر على ذلك إنها لكبيرة. اللهم طهر قلوبنا.